أهلين متابعيني الكرام، في مقطع اليوم سنتكلم عن داني الذي فجرها واعترف أن جيهان تركته في المطار بتركيا بعد سفرة لبنان، وأنه يتعذب لفراق جيهان ولذلك قرر أن يبتعد حاليا وهو لحد الساعة يحبها. لكن فئة كبيرة من الجمهور هاجمته لأنها تعتقد أنه يلعب دور الضحية لتحريض الجمهور عليها، وأنه خجل من أن يعترف بالسبب الحقيقي للانفصال وشو عمل لجيهان لتتركه، لكن آخرون دافعوا عليه. فشنو رأيكم حبايبي بالموضوع؟ أنا ما رح ضلني راكد ورا شخص هو ما بده إياني، خلصنا. أنا عملت وأنا شهرين وأنا عم بحاول بالموضوع. أنا شهرين وأنا عم بحاول بالموضوع من لما فلت. أنا آخر مرة شفتها فيها بالمطار يا جماعة الخير. طب إنه أنتم ما بتقدروا إنه قديش هالفترة كانت صعبة علي وصعبة عليها بنفس الوقت. ما أنا عم بقول لكم أنا قلبي مفتوح. أنا هلا إذا جيهان بتجي عم بتدق لي وبتتصل علي وبتحكيني، أنا ليش بدي أجي أسكر بوجهها؟ أنا بحبها ورح ضلني أحبها ورح ضلني أقدرها ورح ضلني أحترمها بغيابها وبوجودها، وين ما كان رح أقعد أحكي عنها بالشيء اللي أنا شفته منها. أنا ما شفت منها إلا لك الخير. سنين صرنا مع بعض، بس لما لاقي حالي بعلاقة أنا عم بتعب فيها. كنت بلبنان تاركة، مش بعد ما اجيت على دبي، وبهديك البريد من لبنان لحد ما رحت على المغرب لحد ما اجيت هي الجاية الثانية على دبي، ترى أنا كتير عانيت فيها. فإذا بتلاحظوا كنت كتير بختفي، يعني ما كتير كنت بين. عشت وجعي وعشت جرحي وتضايقت وخسارة هالوقت كله اللي قضيناه مع بعض. يمكن اختلاف ثقافات، اختلاف جنسية، هلأ بلشنا نستوعب، ما بعرف صراحة. بس أنا صار لي من وقت في شغلات اللي هو بشوفها كتير كبيرة أنا بشوفها عادية، في ناس تانية ممكن تشوفها كبيرة. ومثل ما أنا الشغلة اللي بشوفها أنا كتير كبيرة وحجمها عندي كتير كبير يعني أنا ما تركته أنا بدبي، أنا تركت بلبنان. شلت الخاتم وهو ما قبل ولبسني إياه بالغصب. علاقة طول الوقت فيها خناق وصراع. المفروض انه نحن سند لبعض، المفروض انه نحن نطبطب على بعض، المفروض انه نحن نعود بعض على القصص اللي صارت من قبل، بس نحن صرنا عم نأذي بعض اكثر من اللازم. الموضوع ففكرة انه هو شايف الموضوع عادي حسسني باستخفافه لمشاعري وبالشي اللي انا عم حسه بوقتها. كرمال هيك قررت انه انا بدي انفصل. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.